ومن بعد عام كامل ديال الخدمه في هاد الصال ما كتبناش نكملوا بحال هكا. هادشي كامل اللي كتشوفوه في الصال خاصني نخويه هاد النهار. خويت الصال كامله باش نعاود لها الصباغه. من بعد عام ديال الخدمه الحيوط ولاو عامرين شقوق وغبره، ومع البوست ديال سيميلاسيون جديد جا الوقت باش نصلحوا هادشي كامل. ومن بعد بزاف ديال التماره هذه هي النتيجه اللي قدرت نوصل ليها. حاولت نبدل الصباغه، بدلت حتى شويه الديكور، كان هنايا لي طابلو كانوا مشرجين شويه، حاولت نقص من لا شارج ديالهم، بدلت لهم حتى الشكل ديالهم. كانت لي كانابي اللي كانوا توسخوا دوزوا معايا عام كامل ديال التكرفيس. كما كتشوفوا لهيها في ديك البلاصه كان عندي واحد البلي 3 هو اللي نقصته، وفي بلاصتو غادي نديروا البوست ديال السيميلاسيون اللي غنحاول نركبها معكم دابا، وما بقى لنا غير نشارككم الثمن والتجربه ديالها. وهذا هو الماتيريال كامل اللي غادي نحتاج دابا، ما بقى لنا غير نركبوه. السيميلاسيون الثاني اللي صايبت في الصال جو، اللي بنيتوه معايا ازيرو، شفتوا معايا جميع المراحل ديالو. دابا ما بقى لي غير نقول لكم الاثمنه ديال كل قطعه. نبداو الاثمنه ديالنا بالفولون اللي خديتها من واحد السيت كانوا دايرين فيها برومو، هي ولي بيدال خديتهم جداد ب 2520 درهم، داخله فيها لا ليفريزون. اما بالنسبه للكرسي عييت نقلب في لي سيت هنا في المغرب، ما بان لي حتى شي سيت كيبيعهم لا بكاليتي مزيانه لا بكاليتي عيانه، دونك ما لقيت حتى شي كاليتي. حتى الكرسي اللي كنت شريته قديم ما لقيتوش، دونك خديت هذا الكرسي على واحد السيد في كازا، صيفطوا لي لهنا ب 40 درهم، دونك خديته ب 2800 وزدت عليه 40 درهم ديال التوصيل. بالنسبه للشيفتر راه كيتشرى بوحدو، خديته ب 600 درهم جديد. بالنسبه للبيسي ديجا كان عندي، خديته ب 6700 درهم، فيه الار تي اكس 3060 12 جيجا في رام، وفيه 16 جيجا في الرام، ورايزن 5 5600. اما بالنسبه لليكرون خديت لا مارك تي سي ال، فيها واحد المود ديال الجو كيوصل ل 120 اف بي اس، دونك هذا هو الخيار اللي كان عندي. اكرون 43 بوس خديتها ب 3290 درهم. خديت كذلك هذا الكلافيو سوري من لوجيتيك بلوتوث، خيار اقتصادي خديتهم ب 200 درهم. كانوا هادو هما الاثمنه ديال القطع كاملين. ما عليكم غير تجمعوا الحساب وتعرفوا بشحال طاح عليا هذا السيت اب، وقولوها لي في لي كومونتير. كنضرب لكم موعد مع فيديو جديد. تهلاو.